السلام عليكم وأهلا بيكم. بنستمر معاكم في تقديم سلسلة فيديوهات تفاصيل مسلسلات رمضان 2024، وفي فيديو النهاردة هنتكلم في تفاصيل مسلسلين من أقوى المسلسلات المنتظرة اللي هتشارك في السباق الرمضان السنة دي، وهما مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز اللي هيقدم فيه دور حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، الجماعة الأكثر دموية في التاريخ الإسلامي. والمسلسل الثاني هو مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، واللي هيقدم فيه دور جديد عليه ومختلف شوية، وهيشارك معاه مجموعة كبيرة من النجوم. وقبل ما نبدأ في فيديو النهاردة، لو انت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو. ويلا بينا. رمضان أهلا أهلا بيكم مرة تانية. بعد سلسلة كبيرة من التأجيلات بشكل رسمي هيتذاع مسلسل الحشاشين في رمضان 2024، وهيشارك في المسلسل مجموعة من أقوى الفنانين، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز اللي هيجسد شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، واللي قصته كانت مثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي. وهيشارك معاه في البطولة الفنانين فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وإسلام جمال وعمر الشناوي وسوزان نجم الدين ونور إيهاب وعدد كبير جدا من النجوم الشباب. والمسلسل هيكون من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف عبد الرحيم كمال. أما بالنسبة لقصة المسلسل فهي مستوحاة من أحداث حقيقية من القرن ال11، وبيحكي عن جماعة الحشاشين، الجماعة اللي كانت مسببة رعب في العالم كله بسبب الجرائم اللي كانت بتقوم بيها. والمسلسل بيحكي بالتفاصيل عن مؤسس الجماعة حسن الصباح، الشخص اللي كان مثير للجدل في التاريخ الإسلامي. واللي ما يعرفش قصة جماعة الحشاشين فهي باختصار جماعة إسماعيلية نزارية انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن ال11 ميلادي، وكان موطنهم الأصلي في إيران والشام، وكانت بتصنف من أكثر الجماعات دموية في التاريخ الإسلامي، وقدروا يسيطروا على ناس كتير، واللي كان بيعارضهم كانوا بيخلصوا منه، وعملوا جرائم كتير جدا. والقصة دي هتتقدم في إطار درامي مشوق، ومتوقع يكون أفضل مسلسل في رمضان 2024. أما تاني مسلسل معانا هنتكلم في تفاصيله هو مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل. وبيشارك في البطولة مع الفنان مصطفى شعبان الفنانة سهر الصايغ، وده تاني عمل يجمع ما بينهم بعد ما قدموا لنا في رمضان اللي فات مسلسل بابا المجال اللي حقق نجاح كبير جدا. وهيكون معاهم في المسلسل الفنانين أحمد بدير وسيد رجب وانتصار وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم، وبيشارك معاهم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. أما بالنسبة لقصة المسلسل فهي هتدور في إطار درامي شعبي داخل سوق سمك في إحدى المناطق الشعبية في مصر، وبيقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة عن الشخصيات اللي قدمها لنا قبل كده، وهي شخصية تاجر سمك، وبيحصل بينه وبين التجار في السوق صراعات كتيرة في محاولة للسيطرة على السوق بتأثر عليه في حياته الشخصية وبتدخله في أزمات كتير، وهو بيواجه الأزمات ويحاول يحلها عشان يقدر يسيطر على السوق. والمسلسل قصته مستوحاة من فيلم شادر السمك اللي قدمه الفنان أحمد زكي، وهيكون من أقوى المسلسلات اللي هتتذاع في شهر رمضان 2024. يا ريت تشاركنا برأيك في كومنت وقول لنا تتوقع إيه هيكون أفضل مسلسل في رمضان 2024. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنساش تشترك معنا في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.